السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة الطحينة، بنحب نعملها كتير جنب المشويات، بس النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة هتعجبكم جدا، ونقدر نحتفظ بيها في التلاجة شهر كامل أو سنة، وهقول لكم ازاي نحتفظ بيها لأطول فترة ممكنة. تعالوا نبدأ الفيديو مع بعض. في البداية هنجيب 2 بولة، هنشتغل في البولة الصغيرة الأول. هحط فيها معلقة صغيرة من التوم المفروم ناعم. عايزين التوم يكون مفروم ناعم جدا ومهروس جدا علشان ناخد منه خلاصة التوم. هضيف عليه ربع معلقة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة من الكمون على كزبرة، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون ونكون مصفينه من البذور ومن التفل بتاعه، ومعلقة كبيرة من الخل، ونخلطهم كويس. دلوقتي بقى هضيف عليهم مية، 3 معالق كبيرة من المية او معلقتين حسب الكمية اللي انت عاملاها. انا هنا هحط معلقتين كبيرة، وبعدين هحتاج لمعلقة تانية فهزود معلقة، فهبقى ضفت 3 معالق. انا كده ضفت 3 معالق. ده كده الخليط بتاعي. فضلت اقلب فيه لغاية ما الملح والثوم وكله امتزج مع بعضه والملح داب. جبت مصفى ضيقة وبصفيه وباخد منه كل الخلاصة بتاعته. لازم تصفوه كويس وتاخدوا منه كل الخلاصة وخلاصة الثوم. بقى معانا السائل ده، هضيف عليه الطحينة بتاعتي. هبدأ الأول أحط معلقتين وهقلب. لو التقل ده بالنسبة لي مظبوط خلاص كده تمام. لو التقل ده خفيف ومحتاجة أتقلها بزيادة هزود تاني، بس مع العلم ان الطحينة لما بتتركن شوية سمكها بيتقل، فأنا مش هتقلها قوي لأن هي هتتركن شوية قبل الأكل. خلاص كده بقت جاهزة معانا، نحطها في طبق التقديم. انا اخترت السمك يكون بالسيولة دي علشان لما تتقل شوية كمان يدوب تبقى مظبوطة معانا. تقدروا بقى تعملوها وبالطريقة دي تقعد معاكم في التلاجة لمدة اسبوع او اسبوعين. لو انتوا حابين تقعد معاكم شهر، اعملوا خلطة الدقة اللي احنا عملناها الاول وحطوها في ازازة وحطوها في التلاجة عندكم. تقدروا لما تكونوا هتعملوا طحينة تطلعوا تستخدموها. طب لو عايزينها تقعد مدة اطول، اعملوا كمية وحطوها في الفريزر وطلعوا منها تفك، وبعدين حطوا عليها الطحينة واستخدموها. يعني هو السر كله في الدقة، نعملها ونجهزها ونحطها يا في الفريزر يا في التلاجة. خلص فيديو النهاردة واتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.